مبدئيا كده انا السنه دي عرفت قد ايه انا بكره المدرسه. يعني انا من زمان وانا فيها خصله بنت ان انا لما بكون في ايام المدرسه بكره المدرسه، ولما بعد كده بروح للاجازه بقول ياه عايز ارجع المدرسه تاني بقى وايام جميله والكلام ده. انا عارف الكلام اللي انا بقوله ده كلام واحد معاق، يعني معلش استحملني خليك معايا. ازيكم يا جماعه؟ احنا بقينا رقم من 3 خانات، عقبال لما نكتب هنا 1000 بقى وبس. سلام. انا ربنا رزقني بتانية ثانوي بحيث ان لما تيجي الاجازه ما توحشنيش المدرسه تاني. يعني انا لو رجعت احب ايام المدرسه دي تاني بعد كل اللي حصل فيها دي ما بقاش راجل. عايز دقه اكتر، ابقى حاسس ان انا داخل في الموضوع بحديه شويه، بس معلش انا عندي حاجتين في حياتي لو انت قربت جنبهم او تدخلت فيهم طز فيك. لا مؤاخذه يعني خرجت عن شعوري يعني. فالمدرسة سبحان الله تدخلت في الاتنين. ايه هما بقى الحاجتين يا عمار اللي انت ما بتحبش حد يتدخل فيهم في حياتك؟ شعري والقناة بتاعتي. بالنسبة لشعري فبقى زي ما انتوا شايفين اهو يا ولاد الوسط. وهتسألوني بقى، انا عارف اصلا محدش هيسأل، محدش مهتم، ازاي المدرسة تدخلت في القناة بتاعتك؟ هقولك من ناحيتين. اول ناحية هي وقتي، انا مبقاش عندي وقت. انا من ساعة ما المدارس بدأت وانا مش منزل غير فيديوهين ومجموعة دقايق بتاعتهم كانت 8 دقايق تقريبا. بكون قاعد بال 24 ساعة بذاكر وفي الاخر ما بفهمش حاجة. نخش بقى على الناحية التانية، بيطلع لك كده واحد فاكر نفسه محور الكون وهو ما حصلش محور جمال عبد الناصر، وانت اصلا مش مهتم برأيه ولا عارفه ولا عايز تعرفه. هو احيانا ممكن تكون عارفه يجي يقولك كده انا شفت قناتك مقرفه قذره غير معبره للواقع بصله، قله ادب، ما عندكش محتوى. خلصت كلامك؟ شوف حد بعد كده بقى نيجي للبريك. يعني احنا بجد يا جدعان بناخد 8 حصص في اليوم، ليه بيدونا الحصه التانية بريك؟ احنا بعد ما نطلع من البريك بيستنانا 6 حصص بنقعد. يا جدعان المكان مش مريح يا جدعان، المكان مؤلم يا جدعان. ده انا لما باجي في اخر اليوم واقوم بحس بفرحة عظيمة. انا ولا اكن مصر خدت كاس العالم ولا محمد صلاح خد البالون دور ولا اكننا جبنا افغاي لا ايه ده، لا دي كده عيب دي. لا ولما تيجي تقوم كده تريح من الزفت اللي انت قاعد عليه تلاقي المدرس بيكلمك اكنك دخلت عليه الحمام لقيته بيلعب ضغط مثلا. نيجي بقى للنظرة. النظرة دي بتكون أطيب شخص ممكن تقابله في حياتك، بس قبل ما تكون النظرة فاهم، هي بعد ما رتبة النظرة دي خلاص هي بتتحول بقى. هو أنا مش هلومهم الصراحة لأن كل ما الرتبة عليت كل ما ازداد التعب بقى والجهد والكلام ده، بس مش للدرجة دي. انا كنت بقف مع الناس اللي بيتعاقبوا اللي عامله مولت واللي عامله خطوط في كل حته، يعني عامله خطوط هنا، عامله خطوط، عامله خطوط هنا، عامله خطوط في حاجبها، عامله خطوط في. نروح بقى للمناصب بتاعه الفصول. اول حاجه رائد الفصل، دي غالبا بيكون اكتر مدرسه انت كارهها في المدرسه كلها، هتلاقيها كده تنصدم كده ان هي الرائد بتاعه الفصل بتاعك. تاني حاجه امين الفصل. امين الفصل يا جدعان بيكون مش عارف بيطلع كل سنه معانا الحوار ده، بس انا مش عارف يعني هل انا لوحدي ولا. امين الفصل بيكون واحد ما رشحش نفسه واصحابه هم اللي رشحوه وبيكسب، وبقى الرتب بقى عليها يعني ما فيهاش كلام كتير قوي. بس انا بستغرب احيانا من شويه حاجات. يعني انت مثلا ممكن تكون كده ماشي في الشارع بعد المدرسه لقيت المشرف بتاع النشاط الديني تحت بيشرب مخدرات. واقول لكم على حاجه، انا اصلا كنت غايب ساعه الانتخابات رئاسه التيك توك دي. جيت تاني يوم لقيتهم بيقولوا لي ان انا بقيت وزير الري. رابعا بقى الشرطه المدرسيه. الراجل اللي بينزل من بيته مش عارف هيروح ولا لا، اللي بيحمي امن المدرسه. معلش يا جدعان بس لحظه صمت واحترام للشرطه المدرسيه. خش يا حبيبي جوه، خش يا بابا جوه. ايوه ايوه حتى عجبك وحساس هنا. بذمتكم يا جدعان تنفع المهزله دي؟ ازاي خرج دماغه من الشباك؟ انا متخيل بقى بعد اللقطه دي كده وهو طالع بقى عشان ايه ياخد الواد بقى من فوق. معلش يا مستر بس هاخد الواد ده معايا على الحجز، ويطلع في الاخر قصده على مخزن الكانتين ولا حاجه. انت عارف ايه عقوبه البص من الشباك؟ حجز لمده حصه العاب ودفع غرامه كيسين شيبسي. وبس انا كده خلصت كلامي عن المدرسه النهارده، لان احنا لسه في اول شهر. بصراحه انا تعبت جدا، يعني انا في اول شهر تعبت كده. امال
لو ما دخلتش هندسه يا جدعان هنزل ديستراك على المدرسه وهتكلم على كل مدرس فيها بالاسم واشتمه بعيلته وبس. ما تنساش تعمل سبسكرايب وسلام.